لي عبير موسي العودة على الحادثة الأخيرة اللي صار معكم في سيدي بوزيد. شكرا. هو في سيدي بوزيد كان عندنا اجتماع إقليمي بحضور قيادة الحزب، وكان بمشاركة عدد غفير من منتسبي وأنصار الحزب هذايا، في نجم نقول لك جمليا يفوق ال1000 شخص. الفعاليات نتاع الاجتماع انطلقت، ما رأنا إلا وعند انطلاق الاجتماع يقع الاعتداء على هذا الاجتماع بشتى أنواع الحجارة والبيض وغيره من الوسائل والسبان والشتم. طبعا الاجتماع واصل سيره العادي، ولكن وقعت إصابات في صفوف المنخرطين والأنصار وبعض هياكل وإطارات الحزب، وساد خيم جو من الرعب، لأنه ما حدث كان ينطوي بالفعل تحت طائلة المجلة الجنائية، احتجاز أشخاص بدون موجب قانوني، وحمل ودعوة إلى حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض. وكانت هناك تهديدات فعلية وجدية من مجموعة ديما نقول ونرجع أنها ما تمثلش سيدي بوزيد. مجموعة كانت في حدود 10-15، زادت شوية وسط 30-40-50 نفر. وتصوروا هك الوضعية اللي كنا عايشين فيها في وسط الاجتماع. ورغم هذا نقول أنه الحزب وهياكله كان متماسك، وكان يدعو إلى الهدوء، وكانت تصرفات جميع هياكل وأنصاره في مستوى مرموق جدا من التعامل الأخلاقي ومن التعامل العقلاني مع هذه الوضعية. بس علي انت قلت مجموعه من المطفلين ما همش من سيدي بوزيد، انا نحب لا، ما قلتش مجموعه من المطفلين، قلت ما يمثلوش سيدي بوزيد. به تمتش الايقافات، الحضور الامني كيفاش كاين؟ الحضور الامني كان موجود، ولكن هالاعتداءات هذه كانت على مرأى ومسمع من الامن. كانت فما جنايه متلبس بها اللي هي احتجاز اشخاص بدون اذن قانوني في فضاء كان فيه الاجتماع مرخص فيه، ولكن الأمن لم يتصرف بالجدية المطلوبة في سواء في إبعاد هالمجموعة هذه أو في توثيق جملة هالجرائم اللي صارت، وخصوصا ونحن نعرفوا اللي أو إيقافهم أو فتح بحث في الغرض من طرف النيابة العمومية في اللي صار في سيدي بوزيد. اللي صار هو عنف سياسي خطير غير مسموح به، من شأنه أنه باش يأثر على المناخ متاع الانتخابات اللي ماشيين لها في 2019. شنو المقصود بالعنف هذا؟ ترهيب الناس أنها ما تمشيش تصوت. هذا نقول أنه خسارة لتونس لو نغضوا الطرف على تصرفات مثل التصرفات اللي حدثت في سيدي بوزيد، وهي مؤشر خطير وخطير جدا، مؤشر يدل أيضا على أن الدولة كانت غائبة تماما. لكن اللي صار في سيدي بوزيد يتقال انه هذايا كادو جاي للحزب الدستوري الحر، كادو من ذهب جايكم باش تخدموا حملتكم الانتخابيه. وعبير موسي الصور اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي خدمتها ايجابيا، معناتها مش ما رجعتش عليها بالسلب. والله هو بقطع النظر على التأثيرات الإيجابية، أنا نقول الصورة الحقيقية اللي تمثل أحسن هدية للحزب الدستوري الحر هو التضامن وصمود منتسبيه، عدم انسياقهم وراء العنف اللي صار. هذه الصورة اللي يلزم تكون موجودة في المشهد السياسي، وصورة التعامل الحضاري اللي تعاملوا به الأنصار والمنخرطين والهياكل نتاع الحزب يومها في انتظار انفراج هك الأزمة اللي صارت بدون أن يكون الحزب الدستوري الحر يد فيها.
به نرجعوا للندوة الصحفية اللي صارت البارح وتصريحات عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي اللي قالت منظومة 18 أكتوبر 2005 اتحركت من جديد على خاطر حست بالخطر خوفا من أنه يستعيد الحزب المنظومة الوطنية بأمن وقفاء ومؤسسات قوية، وكانت اتهمت العديد والعديد من الأطراف السياسية بالوقوف وراء الاعتداء اللي صار في اجتماع الحزب في سيدي بوزيد. هو واضح انه الكلام هذايا يبرر باللي لقيناه من اشخاص منتسبي احزاب شكلت في وقت ما منظومه 18 اكتوبر 2005، موثق بالاسماء بالصور بالافعال اللي صارت على عين المكان في سيدي بوزيد. هذا المجموعه هذه اذا كانها بالفعل أتت ما أتته من أفعال أنا قلت ترتقي إلى مستوى الجريمة، فهي أطراف تبحث عن الفوضى وعدم الاستقرار السياسي، وتناقض نفسها بأنها اللي تقول هي وتدعيه أنها قامت بثورة حرية وكرامة، لم تحترم فيها الحرية ولم تحترم حتى كرامة، لأنه ما صار من بعد حتى خروج من قاعة الاجتماع إهانات مست من كرامة منتسبي ومخرتي ومسؤولي الحزب الدستوري الحر. إذا كان هما يدعيوا ثورة الكرامة، أين هي كرامة رغم اعتراف حركة شباب تونس اللي هي قامت بالاعتداء وكانت صرحت وقالت إذا كان يرجعوا لسيدي بوزيد تعاود تصير نفس الحكاية ويتكرر الاعتداء، ما سمعتكش سميتهم أنت ولا وجهت لهم الاتهام ولا سميتهم؟ هما اعترفوا واحنا نطلبوا من السلطات القضائية، واحنا باش نقوموا بشكاية والسلطات القضائية تقوم بدورها في فتح بحث حقيقي جدي في هذا الموضوع. هم تبنوها اتهامات اخرى من احزاب اخرى؟ هم اللي كانوا موجودين، فما منتسبي حركه النهضه، فما منتسبي المؤتمر والحراك، فما منتسبي التيار الديمقراطي، وهذا قالوه علنا. انا نتسائل اليوم وقت اللي هل قاموا بالافعال هذه وثقوها هما وبثوها على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتراف واقرار منهم بانهم ارتكبوا هالافعال هذه، أين النيابة العمومية من كل هذا؟ هي البارح رئيسة الحزب في الندوة الصحفية قالت أني عندي دي فيديو للعديد من المشاركين في الاعتداءات على اجتماع الحزب اللي كشفت علاقات عدد منهم بأحزاب النهضة ومشتقات المؤتمر من أجل الجمهورية والجبهة الشعبية حسب توصيفها، إضافة إلى شخصيات تنتمي إلى منظمات دولية على غرار العفو الدولية وأصحاب سوابق عدلية وأشخاص قدموا صور نتاعهم على موقع التواصل الاجتماعي رفقة شخصيات عامة على غرار قيس سعيد المرشح للانتخابات الرئاسية والنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري اللي سكر الباب على رئيس الحكومة في مجلس نواب الشعب. صحيح قدمنا بالوثائق وبالصور وبالانتساب نتاع الاشخاص هذوما، واحنا باش نقوموا بقضيه وما على الاطراف القضائيه الا التحرك بجديه للتعامل مع الموضوع هذا. احنا نقولوا راهو اذا كانت تحب تخلق مناخ ديمقراطي سليم راهو يكون مرتكز على حوار الافكار والبرامج، مش على حوار الاذرع والالسن اللي تخرج في كلام قذر. مش هذه الديمقراطيه نحب نبنوها. اذا كان نحب نبنيو ديمقراطيه ونحافظوا على الحريه بالفعل لابد ان يكون الجهاز القضائي مستقل ويردع كل من يخالف ثوابت الدولة وثوابت الجمهورية. إذا كان نحبوا نحكيوا على هيبة الدولة راو لابد للدولة أن تكون حاضرة، والدولة انهارتها للأسف الشديد. لاحظنا غيابها تأكيدا للي قلناه أنه دستور 2014 يكرس غياب السلطة لأنه ما يعطيش سلطة قرار واضحة. أنا قبل ما نسألك في الختام على استعداداتكم لانتخابات 2019 برنامجكم بإيجاز، حمزة إذا كان عندك ما تضيف تفضل. أكيد أنا عندي قراءة، ما عنديش سؤال أنا سعلية، ما جوست عندي قراءة معاه وهو يعطيني وجهة النظر نتاعو. بالطبيعة اليوم عبير موسي نحكي على ديمقراطية، لكن ونسمع حتى في الحزب الدستوري يحكي على ديمقراطية، لكن عبير موسي من الناس اللي قاعدة تطالب بإقصاء بعض الأطراف
وظاهر حركه النهضه وواضح المطلب نتاع عبير موسي. اليوم عبير موسي تقول لازمني نجيب الاغلبيه، ولا باش نجيبوا الاغلبيه خاطر المطلب اللي طالبينه في الحزب الدستوري هو تغيير الدستور، تغيير النظام الانتخابي والنقاط هذوما الكل. دونك لازمكم اغلبيه باش تجيبوا النقاط هذيا. بار كونتر عبير موسي نحسوها اون مود كلاش مع الناس الكل، يعني النهضه، نداء تونس، تحيه تونس، الكل ما خلت حد يوسف الشاهد ديرنييرمون كانت بحذايا وصلت الاسئله عليهم الكل، وكلهم كل واحد كما نقولوا عطاته اللي لازم تقولوا له. لهنا سؤال المطروح سي علي الطيش، حركه ولا الحزب الدستوري الحر اليوم قادر باش يجيب الاغلبيه ذي باش يعمل هذا الكل وحده، خاصه كونه مش قابل يحكم مع حتى طرف، يحب يكون وحده باش ينجم يغير حتى من المنتسبين نفس العائله اتسيترا، عبير موسي، كامل مرجان، محمد علي الغرياني، كلهم كل واحد قالت له اللي لازم يتقال. شوف باش نبداو واضحين، خطاب الحزب وخط الحزب واضح، قلنا لن نتحالف مع منظومة الدمار. موقفنا من النهضة أو من الإخوان واضح لا لبس فيه، احنا نسميه تصريحات نارية أو كلاش أو غيره. قلنا لن نتحالف ولن نحكم معها ولن نتفق معها، هدايا باش تراووه خطاب واضح وصريح، وما نسميوش لا خطاب ناري لا كلاش. مش نهضة برك يوسف الشاهد ونداء تونس. شوف هما وضعوا أيديهم في يد منظومة ساهمت في تدمير الاقتصاد، المؤشرات الاقتصادية كل تعرفوها، ساهموا في تدمير ما يسمى بالدولة الوطنية، ساهموا في ارتهان القرار السيادي لتونس. احنا موقفنا في المسائل هذه واضحة. هذه التصريحات عبرت عليها رئيسة الحزب من الوضوح بمكان، لا نسميها لا تصريحات نارية لا كلاش. البعض استغل ربما مواقفنا أن نقولوا هؤلاء الناس بيننا وبينهم القانون، نحن نحب دولة القانون والمؤسسات. أولت وقيل أنها على أساس أن نحب ندخل الناس للحبس، احنا ما نجم ندوروا بفتح الحبس في مكاتبنا، ويظهر لي حتى واحد ما يرفض تطبيق القانون. ها تعطيني حل ملفات التسفير، حل ملفات تمويل الأحزاب واحنا داخلين على انتخابات. اللي يثبت حمزة، اللي يثبت عليه الاتهام يتحمل مسؤوليته. قادرين الأغلبية اليوم؟ والله خطابنا واضح، وإن شاء الله إن شاء الله احنا كلنا ثقة في الشعب أنه نجيبوا ويمنحنا الأغلبية باش نحكموا بأريحية، وباش نجموا نغيروا النظام السياسي والانتخابي، باش نجموا ننقذوا مسيرة البلاد اقتصاديا، لأنه واضح في غياب قرار راك ما تنجم تعمل حتى شيء لا في السياسة لا في الاقتصاد لا في غيره. كنا نتمنى انه الوقت يزيد يسمح اكثر، باش خاطر مش لازم يا حمزة، احنا انت تعرف ما عندناش ديبا في الماتينال، غير كون نحبوا ناخذوا لافونغو نخليو لك اللي كنتي في لازم تزيد تتوسع. باش نرجعوا للحزب الدستوري الحر، استعداداتكم لانتخابات 2019 برنامجكم بإيجاز. نحن نستعد لها منذ سنوات انتخابات 2019، واللي نقول ان شاء الله تدور في مناخ ديمقراطي وشفاف وبعيدا عن المال السياسي الفاسد، وانه لابد لاجهزه الدوله وهيئه الانتخابات انه تقوم بدورها في الانتخابات هذه باش ما نشهدوش انتخابات مزوره ولا تعكس اراده الشعب. احنا استعدينا من الجانب السياسي، قدمنا مشروع دستور ورؤيتنا لجمهورية ثالثة كما نراها، فيها الحريات وفيها احترام المؤسسات وفيها هيبة الدولة وفيها أن الثقافة تكون مشروع وفيها أن الدولة تقوم بدورها اللي لازم تقوم به. اثنين، في الجانب الاقتصادي عملنا رؤية على أساس أنه اقتصادنا صحيح يكون تحرري، لكن هناك دور تعديلي للدولة باش نجم نقضيو بها على الاقتصاد الموازي، باش تنجم الدولة تحرر وتتابع وترافق وتحرر طاقات الانتاج الموجودة في البلاد. عندنا أيضا أنه الجانب الاجتماعي والجانب التضامني هو رؤيتنا المشروع مجتمعي تونسي متآزر متضامن، وكرسنا التضامن كثقافة صلب الدستور بتاعنا. احنا البرنامج متاعنا حاضر ومازال بعض النقاط منه بحاجة إلى التدعيم، وشاركنا في هالبرنامج هذايا كفاءات ونخب من داخل الحزب وإطارات أخرى
مدت لنا يد المساعده، مشكور على ذلك، ولكن باش تروه في الانتخابات اللي هو برنامج واقعي مستمد من الواقع المعيش للشعب التونسي، اللي بالفعل يكرس الحداثه، يكرس الجانب الاجتماعي في وجود الدوله، رؤيتنا للاصلاحات اللي يلزم تكون في الاقتصاد الوطني وفي الجانب الاجتماعي، وان شاء الله باش تلقاو برنامج متوازن متكامل فيه جميع الجوانب اللي تهم المواطن التونسي. واضح. شكرا لك سعلي طياشي، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري